تخيل حد يراقبك ويعيش جوه بيتك وانت مش حاسس بيه. اللي حصل غير اي حاجة كنت متخيلها. صندوق غريب على باب بيتي قلب حياتي رعب. من كتر الفضول قربت منه وفتحته، بس اللي لقيته جواه حاجة محدش يتخيلها. قبل الكريسماس بأيام كنت مروحة من شغلي آخر النهار، لقيت صندوق هدايا محطوط على باب بيتي. شيلته لقيت وزنه خفيف. أول حاجة فكرت فيها إنها أكيد هدية من ماما عشان العيد، مش أول مرة تبعتلي هدايا بدري وما تقولش لحد. خدت الصندوق ودخلت البيت وأنا متحمسة، يا ترى ماما بعتت إيه المرة دي؟ أول ما فتحته لقيت برواز صور خشب. قلبته وأنا متوقعة إن أنا ألاقي صورة عائلية مثلا أو صورة للكلب بتاعي، بس أول ما شفتها الابتسامة اتمسحت من على وشي. لقيت صورة ليا متاخدة ليا من بره البيت امبارح وأنا واقفة في المطبخ بغسل المواعين. حاولت منطق الموضوع في دماغي، مين ممكن يكون لقط الصورة دي؟ الصورة واضحة جدا، يعني حد كان واقف جنب شباك المطبخ وبيصورني وأنا ولا حاسة بحاجة. في اللحظة دي تليفوني رن بصوت عالي. اتفزعت ونطيت من مكاني، بصيت على المتصل، رقم محجوب. هو أنا مش من العادة برد على أرقام زي كده، بس بشكل لا إرادي فتحت المكالمة ورديت. في ثواني صمت، وبعدين بدأت أسمع صوت تنفس تقيل، وبعدها بلحظة سمعت صوت خشن بيقولي: عجبتك الصورة؟ قفلت السكة وأنا مرعوبة، ورميت التليفون وجريت على الباب الخلفي عشان أتأكد إنه مقفول، وفعلا طلع مقفول، والباب الأمامي كمان مقفول. مسكت التليفون وإيدي بترتعش عشان أطلب النجدة. فجأة صوت تكسير إزاز المطبخ، صرخت ونزلت على الأرض وأنا موطية راسي، وبعدين حسيت إن في هوا ساقع ملا المكان. وبعدين بصيت لفوق بحذر، الشباك اللي اتاخدت منه الصورة اتكسر فتافيت، وعلى الأرض تحت وسط الإزاز لقيت طوبة مربوطة وفيها ورقة. طبيعي والمفروض إن أطلع أجري واستخبى، بس بصراحة ما قدرتش أقاوم فضولي. زحفت لحد الطوبة وسحبتها وفكيت الورقة منها. لما فتحتها كان مكتوب فيها: لو عايزة عندي صور أكتر. لما شفت الكلام كنت في حالة ذعر صدمة، وطلعت أجري من المطبخ وطلبت النجدة. قلت لهم في حد عند بيتي بيراقبني. قال لي: تمام يا فندم، الشرطة في الطريق، استخبي بس في مكان آمن وخليكي معايا على الخط لحد ما يوصلوا. وهو بيكلمني التليفون اتهز على ودني، جاتلي رسالة جديدة بملف صورة. عينيا بدأت تدمع لما شفتها. ما كانتش متاخدة من بره زي اللي قبلها، دي كانت صورة ليا في أوضتي وأنا نايمة الساعة 3 الفجر. يعني ما كانش هو بس واقف بيراقبني، ده كان جوه أوضتي واقف جنب سريري وبيصورني. ملحقتش أصلا استوعب الموقف، قاطعني صوت خطوات عند باب البيت. بعدها سمعت هبد جامد، كان حد عمال يرمي جسمه كله على الباب بيحاول يكسره. عيطت في التليفون وقلت لهم بيحاول يكسر الباب عليا وخلاص هيدخل، بسرعة أرجوكم. قال لي قدامهم دقيقتين بالظبط ويوصلوا. طبعا دقيقتين دول في موقف زي ده بيبقى عمر بالنسبة للواحد. الدنيا سكتت مرة واحدة، قلت يمكن يئس ومشي. ملحقتش، هبدأ أخيرة قوية خلت الباب اتكسر. طرت جري على فوق ودخلت الحمام وقفلت على نفسي. ده كان المكان الوحيد اللي في البيت شباكه صغير كفاية ما يعديش بني آدم يدخل منه. قعدت جوه البانيو وشديت الستارة عليا وانا حاضنة ازازة كلور، خدتها من تحت الحوض كسلاح يائس لو دخل عليا. كنت سامعة خطواته جاية على السلم. يا ترى خلاص كده، دي آخر دقايق في عمري. حبست أنفاسي بإيدي علشان عيتي ما يسمعوش. أنا عارف إن الصور عجبتك، عاوز آخد صورة كمان، واحدة بس، أخيرة.
ومع آخر كلمة كان صوت خطواته وصلت قدام الباب. خلاص، ثواني وكل شيء هينتهي. في اللحظة دي سرينة عربية الشرطة دوت في المكان. كان أجمل صوت سمعته في حياتي، وهو مختلط بصوت جري على السلم. فضلت قاعدة في مكاني 10 دقايق لحد ما واحدة من أفراد الشرطة خبطت عليا إن كده خلاص أمان. للأسف معرفوش يمسكوه، وآثار أقدامه خرجت من باب الخلفي وانقطعت عند أطراف الغابة. فطبعا بعدها الشرطة مشطت البيت. لقوا حاجة خلتني تاني يوم ألم حاجتي وأسيب البيت بلا رجعة. في خزانة اللبس الشتوي ورا الجواكت الطويلة لقوا أكياس وبواقي أكل وعلب فاضية. طلع إن كان حد عايش في الدولاب بتاعي مش أقل من 3 أيام، بيراقبني ومستنيني أنام علشان يطلع ويتحرك في البيت. الصندوق اللي كان على الباب كان مجرد إشارة منه إن اللعبة الحقيقية بدأت. أنا دلوقتي ساكنة في شقة في عمارة، مش في بيت لوحدي، ومركبة كاميرات في كل أوضة. بس مهما عملت ما أعتقدش أبدا إن أنا هرجع أحس بالأمان من تاني. ودي كانت حكايتنا النهاردة. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان تعيشوا معانا الرعب بكل تفاصيله.